بيبدأ الفيلم بشخص اسمه نت وبيكون واقع من الطيارة وفي الهواء وبيحاول يرجع للطيارة تاني، بس بيكون في ناس بتهاجمه وتحاول تمنعه من الوصول للطيارة، بس بينجح انه يعدي منهم وينط للطيارة في آخر ثانية. وأول ما يوصل للطيارة بتيجي عربية كانت على الطيارة وبتخبطه فيقع تاني هو والعربية ويفضل يتشقلب في الهواء لغاية لما تيجي ايد وتمسكه. وبنرجع في الزمن لورا 15 سنة وبنشوف نت واخوه الكبير سام وهم بيحاولوا يسرقوا قطعة أثرية من متحف، وبيوري سام اخوه نت أول خريطة للعالم وبيحكي له ان في علاقة بين الخريطة دي وذهب ضاع زمان، وبيكون سام ونت بيتمنوا انهم في يوم يوصلوا للذهب ده. ويحاول سام انه يسرق الخريطه، بس لما بيعمل كده بيضرب جرس الانذار ويجوا الحراس يمسكوهم ويسلموهم للشرطه. وبيكون نت وسام عايشين في ملجأ ويروح الشرطي معاهم علشان ياخدوا سام للسجن علشان حاول يسرق قبل كده اكتر من مره واتمسك. وبيطلع سام علشان يلم حاجته وبيطلع نت علشان يودعه، فيلاقي سام بيهرب قبل ما يتسلم للشرطه وبيودع اخوه وبيديله السلسله بتاعته وبيهرب من الشباك. وبنرجع للوقت الحالي وبيكون نت شغال في بار وبيحاول يتكلم مع البنت اللي بيقدم لها المشروب، بس بتسيبه وبتمشي. وبيحاول يكلمها مره تانية وهي قاعده على ترابيزتها وبيعمل نفسه بيولع سيجارتها ويقدر بخفه ايده انه يسرق الاسريه اللي في ايديه. وبيكمل شغله وبيجي واحد اسمه سولي يقول له انه خد باله من اللي نت عمله ويقول ان عجبته طريقته في سرقه الاسوره، بس نت يقول له مش عارف انت بتتكلم عن ايه وبيطرده بالذوق من المكان. وبيقول لسولي ان عنده مهمه كبيره ومحتاج مساعدته فيها، بس بيرفض نت وبيطرده مره تانية. وبعد ما بيخرج سولي بيدور نت في جيبه بس ما بيلاقيش الاسوره ويلاقي بدل منها كارت شخص سولي، وبيروح نت للعنوان اللي في الكارت ويخبط في حارس الامن علشان ياخد منه مفاتيح المكان. وبيطلع لشقه سولي وبيلاقي هناك اول خريطه للعالم